الوصفة دي تحفة لو طالعة مصيف أو خارجة انتي والولاد كده وعايزة تاخدي حاجات كده تسليكي في السكة، بجد تحفة يا جماعة. تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا نص كوباية من اللبن، نزلت عليها بكيس من الخميرة الفورية، هنزل عليها كمان بمعلقة كبيرة من السكر، مفيش اسهل من كده. وهننزل كمان بكوبايتين من الدقيق، وهتبقى وصفة تحفة. هي دي مكونات وصفتنا النهاردة، مفيش اسهل من كده، بس بجد حاجة تحفة. هتاكلوها وانتم مستمتعين بيها جدا. لذيذة قوي زي ما قلتلكوا في الرحلات، في لو خارجين خروجة كده اخر النهار وعايزين حاجات كده تقرقشوا فيها، هتبقى حلوة قوي معاكم. انا دلوقتي خليت نص كوباية اللبن مع كيس الخميرة مع معلقة السكر يبتدوا ان هما يتفاعلوا مع بعض على جنب زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى هنا على جنب بحوالي كوبايتين او 3 كوبايات من الدقيق على حسب اللي موجود عندك، تمام. وبعد كده طبعا بما اننا في دقيق يبقى لازم يكون في ذرة ملح، ننزل كده بربع معلقة من الملح وابتدي اقلبهم مع الدقيق كويس جدا. عايزه بقى تنخلي الدقيق دي حاجه ترجع لك، مفيش مشكله، انا بالنسبه لي ما نخلتوش وطلع برضو حلو. خلاص. حابه اختياري من عندك تنزلي بمعلقه لبن بودره او معلقتين، مفيش مشكله. انا هنا هنزل بمعلقه او معلقتين من السمسم، بيديها طعم تحفه. السمسم ده بجد يا جماعه خطير، جربوه كده يخليكي تاكلي الحاجه دي ويخلي طعمها في منتهى الجمال. انا هنا كنت جايبه شويه مش كتير، يعني شويه كانت ب5 جنيه كده، فاخدتهم حطيتهم كلهم، قلت هنزل بمعلقه او 2، قلت مش مشكله، هو لما يبقى السمسم كتير ما بيبقاش وحش يعني. بقلب بقى السمسم مع ذره الملح مع حوالي 3 كوبايات من الدقيق. وهنا بقى معايا، بصوا بقى السر ده تحفه يا جماعه، معايا معلقه كبيره من القشطه. قشطه دي قشطه وش اللبن. زي ما قلتلكوا كذا مرة، أنا لما بجيب اللبن وبغليه بسيبه لتاني يوم في التلاجة، تاني يوم الصبح بلاقي عامل وش ما شاء الله. باخد الوش ده احطه في علبة بلاستيك كده واسيبه في الفريزر، وقت ما بحتاجه في وصفة بطلعه. بحتاجه على فكرة في وصفات كتير قوي، بيبقى في منتهى الجمال. هنزل عليهم بحوالي كوباية الا ربع من السمنة، او كوباية الا ربع من الزيت، او خليط من السمنة على الزيت، تمام. كل ما كانت الحاجة كده فيها يعني زيت وسمنة حلوين، بتبقى طالعة معاكي كده دايبة دوب وبتقرقش كده في البق، بتبقى تحفة قوي. خلاص، يبقى انا نزلت هنا بايه بقى، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم ممكن نقول نص معلقة صغيرة من الملح، عليهم معلقة كبيرة من القشطة او وش اللبن، وكمان كوباية الا ربع من الزيت او كوباية الا ربع من السمنة او كوباية الا ربع من الزيت على السمنة. بصوا بقى هنا الخميرة اختمرت ازاي، شايفين تفاعلت كده بقت زي الفل. هاخدها وانزل بيها بقى مع الخليط ده وبقلب كده كله مع بعضه. عايزه تكون معايا عجينه متماسكه عشان اقدر ان انا اخدها واشكلها اهو. شايفين انا كده بقى، انا خلاص قلبت المكونات. هبتدي بقى ان انا اخدها بايديا كده واقلبها لحد ما اخد الخليط اللي انا عايزاه اهي. ما تكتريش، واحده واحده عشان ما تحتاجيش تضيفي دقيق تاني، عشان يطلع معاكي المقدار مظبوط، تمام اهو. بصوا بقى المقدار ماسك نفسه ازاي اهو. في اسهل من كده ولا في اسهل من كده ولا احلى من كده. وعايزه اقول لكم عجينه غنيه فيها سمسم ما شاء الله، فيها وش لبن، بجد تحفه. هسيبها بقى تخمر، وبعد ما تخمر اهي خدها بقى على الرخامه كده وافردها بالراحه. بصوا بالراحه، تحسي بنسبه تلزيق بس بسيطه يعني. خلاص هاخدها كده وانزل بيها على الرخامه اهو زي ما انتوا شايفين. ما تقلقوش مش هتلزق ولا حاجه، لما بيبقى فيها بيض بيبقى نسبه التلزيق فيها اكبر، لكن دي مش هتلزق ولا اي حاجه. وادام هي خمرانه ومرتاحه مش هتعذبك في اي حاجه، تفرد معاكي بمنتهى السهوله. انا بقى باخدها كده وابتدي ان انا افردها. مش عايزه سمكها يبقى كبير، يعني سمكها ممكن نقول مثلا نص سنتي او اقل، تمام. ما تنسوش ان هي برضو هتخمر فهترتفع معايا، فمش عايزينها تبقى سميكه. خلاص، هبتدي بس ايه اسويها من الجوانب بحيث انها تبقى معايا مستطيله. وبعد كده بقى بتقطعي التقطيعه اللي انت عايزاها. دي بالمناسبه دي قراقيش بالسمسم،
زي ما قلت لكم بتبقى حلوه قوي لو خارجين مع الولاد كده اخر النهار، لو واخدينها على بحر، لو رايحين اي مكان تتمشوا كده، تاخدوها معاكم كده جنب كيس عصير، جنب كوبايه نسكافيه واخداها، بجد تبقى تحفه اهو. وطبعا اللي انا بطلعه ده مش هيترمى، اللي انا بطلعه ده هيتعجن ويتفرد تاني من غير ما يتخمر ولا اي حاجه، وهعمله تاني مفيش مشكله خالص. بصوا اهو انا بقطعه بقى كده اهو دلوقتي، السمك اللي انت عايزاها ارفع من كده ماشي، عايزاها اتخن من كده ماشي، مفيش مشكله خالص اهو. بقطع بقى كده وبرده نفس الطول اللي انتوا عايزينه اهو. بجد العجينه تحفه، ريحتها حلوه قوي، وطبعا الطعم ده بقى هتشوفوه لما تدوقوه. بصوا بجد الطعم يا جماعه حلو قوي، اخدته كده ومبياخدش وقت خالص على فكره في التسويه، يعني ممكن نقول بالكتير ربع ساعه بيكون مستوي معاكي وزي الفل اهو. تعالى بقى ناخد بقى الصوابع اللي انا قطعتها دي وابتدي ارصها في صينيه، وطبعا مشغله الفرن بتاعي درجه حراره 180 ومجهزه الرف الوسطاني اهو. بصوا بقى كده، وفي حاجه مهمه جدا، بعد ما ترصوه في الصواني هتسيبوه 10 دقايق في الصواني، 10 دقايق يختمر تاني، وبعد كده بتدخليه الفرن. خلي بالكم من الخطوات المهمه دي يا جماعه. خلاص بوزع كده. إيه عايزه بقى توحدي انت بقى تخلي كله نفس الحجم مش مشكله، عايزه تخليه حجم يعني صينيه وصينيه برضو مفيش مشكله. ما شاء الله بصوا رمى معايا كميه حلوه قوي اهي، وادي الصينيه التانية اهي، وفي صينيه كمان تالتة، فبجد حلوه قوي يا جماعه اهو. دي القطعه اللي كانت من الجوانب بقى مش هرميها طبعا، هسويها هدخلها الفرن زي ما قلت لكم، مش هتكتر عن ربع ساعه. شغلي الشوايه فوق وتحت، لو الشوايه فوق شغاله معاكي هي 10 دقايق، بجد تحفه. وادي الشكل النهائي، شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم بقى هو بيدوب في البق كده، دوب مجرد ما تقطمي قطعه كده ببقك بيدوب في البق مع طعم السمسم، مع طعم الخميره تحفه، مع انك اصلا عجناه بلبن، حاجه كده بجد حلوه قوي. بصوا دايبه ازاي، والسمسم من جوه بقى مش قادره اوصف لكم. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.